السلام عليكم خوتنا المشاهدين. اليوم غادي نهضروا على حليمه وعلى يونس مربوحه. هاد السيده هادي خرجات قالت يونس، ما سماتوش بالاسم ولكن قالت مربوحه بانهم خدام عندهم ولدها وجاو سرقوا ليها الفراش ديالها وسرقوا ليها الصالون اللي فرش ليها داك السيد اللي جابوا يونس حتى لعندها. ورحنا شفنا هاد السيده هادي بعد ما خرجات وضربات في مربوحه وضربات فيهم كاملين وشهدات ضدهم. هما بانوا لينا ما قاسوها ما لحقوا ليها. واحد النهار ولدها رجع يخدم معاهم حيت ما نعرفوا راه خدام معاهم وكاملين عطاوها التحيه. قالوا ليها حنا مسامحه حنا مسامحينك. قال لنا هاد الناس اي واحد ظلمهم كيسامحوه. ولكن هاد السيده هادي ولدها بقى فيه الحال. ولدها ما تسرطش ليه كيفاش تشهدي في هذوك الناس اللي كانوا زعما خيرهم كتير علينا وانا خدام عندهم وهما زعما عايشين تحتهم. سد عليها الدار وجرى عليها. جات عيطت للصحافه وبينت لينا بلي جرى عليها ولدها وعقبت رجعت الامور لمجاريها وحل ليها الدار. جا واحد النهار تاني جاو مشاكل. ولدها جا دا ليها الفراش. اش هاد السيده قالت؟ عيطات على واحد القنوات بدات كتصور معاهم واتهموا بان الناس اللي خدام عندهم ولدها جابوا تاكتور وهزوا لها الفراش. الناس اللي خدام عندهم ولدها هما يونس مربوحه، هو فين خدام ولدها. قالت هاد الناس هما اللي داو ليا الفراش. بالله عليكم يا ناس، هذه واش تدخل العقل؟ واش هادوك الناس لهاد الدرجه غيطمعوا في هذاك الفراش؟ وحتى داز عام على الخلاف عاد غيمشيو ياخذوا الفراش. لو كان هما شادين في القلب ديالهم كانوا غيمشيو هذيك اللحظه في هذاك الشهر، ماشي غيدوز عام ديال الوقت عاد هما يمشيو ياخذوا الفراش. بالنسبه لولدها راهم استقبلوه واخا شهدوا ضدهم واخا ما زعما قالوا فيهم كلام خايب، رغم ذلك استقبلوا الولد ديالهم وخدام عندهم. عارفينه مسكين ما عندوش فين غيعيش، عارفينه ما عندوش فين يخدم، مرحبين بيه ومخلينه معاهم. ولكن للاسف هاد الام ديالو هازت الضد مع مربوحه ومع لاله حاده. كيف ما شفنا قالوا ليها بان كي بعد ما بانت معاهم ودوزت معاهم شحال السيده بحال طمعات، بحال قالت انا غادي انا نولي مشهوره. ملي السيده شافوها كتدخل وتخرج في الهضره وما زاقياش شويه خفيفه قالوا ليها المتابعين راهم ما بغاوكش. داكشي هو علاش بقى فيها هي الحال وعلاش شهدات فيهم خيب وعلاش هي بغات زعما تبقى خدامه في قناه مربوحه، القناه المليونيه. كيف ما شفنا هاد القناه هادي كاع مالين الدوار كتجيبهم يخدموا معاها واللي كيلقاو زعما ثقه، بحال ديك فاتحه وبنتها، بحال ديك مريم بنتها اللي خرجات وشهدات بحال الكلام طيب في حقهم وقالت انا عمرني ما نعض الايد اللي تمدات ليا بفضل يونس. درت الدار بفضل يونس. بنا للناس والناس تعاطفات معنا وتفرجات فينا. هذيك السيده ما نساتش خير. العكس هاد الانسانه هذه، هاد الانسانه حتى هي ولدها خدام عندهم كيعطيوهم زعما اللي قسم الله. جابوا لي هذيك عشرات المليون ديال صديقه لاله حاده السعوديه. بناو لها ديك الدويره، جابوا لها الثلاجه، تخيرت في الحولي ديال العيد جراتو من الدار. وشوفوا هاد الانسانه ما قرب فيها حتى شي حاجه. الناس دابا راه يديروا فيك غير واحد البليزير صغير وكتقرب الخير. وهذاك الشيء اللي داروا معاها ما داروش مع ديك مريم البدويه. ما عمرنا شفناها شراو ليها ثلاجه، ما عمرنا شفناهم جروا ليها شي حولي من زريبتهم وعطاوه ليها. ورغم ذلك دائما كتشاد فيهم بكلام طيب ودائما كتقول فيهم كلام زوين، غير انهم مره كيبانوا معاها في الفيديوهات ديالها. ومره يونس يقول لها الا كان عندك شي مشكل في القناه انا نساعدك. هذا الشيء صافي وداك الشيء ما نساتوش ديك السيده وعقلات عليه وبقات دائما متذكره وكتجبدو. هاد الانسانه هذه ما عقلات على خير حتى شي رقيطه ديال كما تنقولوا رقيطه ما عقلات عليها. واخا بناو ليها الدار واخا فرشوها ليها واخا شراو ليها الثلاجه واخا ولدهم خدام عندها، رغم ذلك ما قدرت تفتح حاجه. كون هاد السيده هذه ملي مشاو عندها دوك الطفيليات اللي كانت تسميهم انا يدخلوا بين اللحم والوسخ، عفوا بين الدفر واللحم، مشاو عندها كيسولوا فيها. كون قالت هذوك الناس داروا فيا وصافي ما ديرش معاهم عداوه. كان ولدها ما غاديش يهز معاها الضد، ما كانش ولدها غادي ينتقم منها، ما كانش ولدها غيوصل معاه هاد المشاكل كامله. حنا متيقنين هما بعيدين كل البعد على السرقه ديال الفراش. هاد الفراش راه غير كثرة الضد اللي مع ولدها، داكشي علاش جا هزوا ليها.
واكيد اكيد انه حاطه في شي مكان مخبيه على الام ديالو. كما قالت هي الابن ديالها شويه عنده شي مشاكل، ولكن كيف ما كان الحال هو بان لينا ما بغاش وما رضاش بان الام ديالو تصغار قدام الدوار وتشهد ضد الناس اللي هو خدام عنده. وبطبيعه الحال حيت هو داك الناس ما شاف منهم غير الخير، كون شاف دوك الناس اشرار وخايبين كان هو الاول غيشهد ضدهم وكان هو الاول غيضرب فيهم. ولكن وقع العكس، هو اللي معاشرهم كما تنقولوا مده طويله، عقل على الخير. الام ديالو ما عقلاتش على الخير نهائيا، ودغيا بدات تضرب في هاد الناس. هادشي هو دابا اللي واقع. هاد السيده هادي خرجات واتهمت بان مربوحه هما اللي داو ليها الفراش، بان الناس اللي خدام عندها ولدها هما اللي داو الفراش، وكتغوت كنقول لها الله يهديك الله يهديك، فكري وعرفي بعدا شكون اللي دا، عاد خرجي قولي هاد الاشاعه على دوك الناس، وخصوصا هما ما ضربوا فيك ما والو. والى اللقاء فيديو اخر.